اهلا بكم اعزائي المشاهدين في استطلاع هاي الحلقه. اليوم موضوعنا راح يتكلم عن موضوع كلش مهم اللي هو بر الوالدين. خلينا نشوف استطلاع راي الجماهير، خليكم ويانا. شنو علاقتك بامك؟ علاقتي انا امي كلش احبها واعتبرها هذا بين عيوني. اي زين هسه انت قلت انا احب امي واخليها فوق عيوني، هم فد مره صار موقف من خلالك انت نزلت دمعتها؟ لا بس انا صايح عليها الصديق. زين شنو السبب اللي خليك تصيح عليها؟ او هي تضوجني وانا اضوجها. زين راح اسالك سؤال واريد جواب صريح. علاقتك باهلك وحبك لاهلك هل هو من باب الاحترام ام من باب الخوف؟ لا من باب احترام طبعا، يعني هم ربوني وهم كبروني، بس انا من اضوجوني انا صح انفجر بوجههم اضوجن. بس اكيد يعني بعدين تعتذر حكايه حلوه طيبه كذا. من اصيح عليها هواي بعدين ترجع قشمون ب 5000 رجعت. والله. شنو علاقتك بامك؟ والله علاقتي وثيقة بأمي، يعني قوية. زين هم فد يوم انه سمعتها حكايه او صار موقف من خلالك انه نزلت دمعتها؟ لا أكيد موقف يفرح نزل دمعته، مو موقف سيء يعني. زين ممكن تسولفين هذا الموقف شنو؟ أي مرة بالمدرسة اعطوني شهادة تقديرية وشافتها تفاجأت ونزل دمعتها. شنو علاقتك بامك؟ والله أنا أمي متوفية، بس أنا أنصح الشباب يعني كل واحدة أم يشيلها على راسه، يعني وفايدنا يعني شو أقول لك يعني، وأهم شيء هي الأم، يعني هسه أنا رايحة أمي يعني مالي شيء بالدنيا. زين شو تشوف نفسك انه اهلك الله يرحمهم راضين عليك؟ لازم راضين عليه، مو ما مسوي لهم شيء. زين اذا هم متوفين الله يرحمهم، شنو الاشياء اللي سويتها من بعد وفاتهم؟ يعني مثل ما نعرف هو بر الوالدين بالدنيا وبالاخره، فشنو الاشياء اللي سويتها من بعد ما توفوا؟ والله الأشياء مهضوم لهسه مهضوم يعني عليهم. يعني الصلاه، الصوم. إي صلاة وهاي يعني إلهم، وما يتعوضون يعني نهائيا. علاقتك بابوك شلونها؟ زينة. زين هم فد مره صار موقف بالبيت ومن خلاله نزلت دمعه امك؟ إيه. اقدر اعرفه شنو هو؟ بكي وهموم من وراء العمام، من وراء الحكومه بالعربانه، لو طلع بالعربانه 4000 من الصبح لليل، طلع 4000 الفلوس العربانه 2000 مصرف البيت ل 2000 لمن تعطيهن؟ تعطيه لاهلك، تجيب بيهن مسواق، تجيب يعني قصدك انه من باب خوفه عليك وحرصها وانه جاي يشوف مستقبلك هيك انه هي مثلا نزلت دمعته هي نزلت دمعتها. شنو علاقتك بامك؟ علاقة ابن بأمه يعني علاقتي بأمه كلش قوية. زين علاقتك بابوك شنو؟ علاقة يعني حتى علاقة صداقة وأخوية بأبوي. زين هم فد مره انه صار موقف من يمك او حكايه تعرف منا ومنا ونزلت دمعه امك من خلالها او بسببها؟ أي. ممكن اعرف هذا الموقف شنو؟ بالسادس من امتحانات ما سادس يعني بامتحانات شلت ما اقرا انا وهي تنشارع قلبي يعني هي تقول لي اقرا وما اقرا، مرة تعاركنا من ورا هاي صارت السالفه. زين راح اسالك سؤال واريد جواب صريح. علاقتك باهلك او حبك لاهلك هل هو من باب الخوف او من باب الاحترام؟ لا من باب الاحترام طبعا. زين مثل ما نعرف انه هوايه يصير نقاشات حاده بين الابن وبين الاب، هم فد مره من المرات انه صار نقاش حاد بينك وبين والدك وانت حسيت انه تقدر ترده بس ما رديته؟ لا ما تصير يعني بيناتنا، انا بيني وبين والدي يعني علاقتنا كلش قويه. زين ان تشجع انه علاقه الاب بالابن تصير صداقه اخوه ماكو فد فارق بيناتهم انه هذا اب وهذا ابن؟ طبعا يصير احترام احسن ما تصير خوف، يعني واحد من يخاف من واحد من يحترمه يصير احسن ما واحد يخاف من يمه، علاقه تصير اقوى. تشوف تربيه الابناء قبل اصعب لو هسه اصعب؟ لا قبل هسه اصعب، قبل احسن. زين شنو اللي اختلف عمو؟ شنو اللي اختلف؟ اختلاف مثل ما تقول يعني الوقت شوي تبدل الامور وهاي الشباب يعني قام 24 ساعه دوم ممكن الموبايلات هاي ما خلاه يلتفت للوالدين على الام. زين علاقتك بابنائك مبنيه على الحب والتفاهم لو مبدا الثواب والعقاب؟ يعني برايك شنو هو الاصلح بيناتهم؟ مبنيه على الحب وعلى العزه والكرامه مالته والحياه مالته، مثل ما كانت تربيت ابوي ربيت ابني مثله. ايش قد عندك جهال حجي؟ عندي جهاز 8 بنات واربع ولد. الله يحفظهم. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه فقرتنا من الاستطلاع، خلينا نكمل الفقرات الباقيه.